الحارة ضلمة والدنيا ساكتة. ياسين ماشي لوحده، رجله بتخبط في الزلط وسماعة موبايله في ودنه شغالة على واطي. فجأة بيقف قدام البيت المهجور. هو إيه اللي خلاني أعدي من هنا دلوقتي؟ ده أنا كنت ممكن ألف من ناحية القهوة وأخلص. بيسيب السماعة وبيبص على الباب المخلوع، يسمع صوت كأن حاجة وقعت جوه البيت. استر يا رب، هنا ناقص. بياخد نفس عميق، وقبل ما يمشي يسمع صوت ناعم جدا بس غريب. يا ياسين. بيقف مكانه، عينه بتتحرك يمين وشمال. مفيش حد. أنا أكيد بعلوس. أنا تعبان. بس بيسمع صوت تاني أوضح بكتير. تعالى ما تخافش. رجله بتتحرك لوحدها، بيمد إيده ناحية الباب، يخش جوه البيت. ظلمة، ريحة قديمة بايظة، الأرض متغطية تراب، وصوت الهوا عامل صوت صفير غريب. نور خفيف طالع من أوضة على الشمال، بيمشي ناحيتها. الباب بيزيق وهو بيفتحه وبيشوف الست. ست عجوز شعرها طويل، لابساها اسود، قاعدة على كرسي، بيتحرك وشها متغطي. اتأخرت قوي يا ياسين، انت ازاي عرفتي اسمي؟ الست بتقوم، رجليها بتكركب كل ما تقرب خطوة. الأرض بتتهز تحتيها. أنا اللي مستنياك من يوم ما اتولدت. أنا أصل لعنتك وأنا الحل كمان. بصي، أنا آسف إني دخلت. أنا ماشي دلوقتي. سلام عليكم. لو خرجت دلوقتي هتعيش، تموت بالبطيء.